مساء الخير يا جماعة. اللي بيحصل دلوقتي في سوق الذهب والدولار في مصر مش طبيعي إطلاقاً، والناس كلها حرفياً في حالة رعب وحيرة. نشتري، نبيع، ولا نستنى المفاجأة الكبيرة اللي ممكن تحصل في أي لحظة؟ وفي الفيديو ده هقولك إيه اللي بيحصل ورا الكواليس، وليه ناس كتير بدأت تتحرك بسرعة جداً قبل قرارات البنك المركزي الجاية. وهل فعلاً الذهب داخل على موجة صعود جديدة، ولا احنا قدام هبوط مفاجئ محدش متوقعه؟ لكن قبل ما نبدأ، دعمك مهم جدا. انزل اعمل لايك حالا واشترك في القناة وفعل الجرس، لأننا بننزل تحديثات وتحليلات يومية عن الذهب والدولار والأسعار أول بأول. ويلا ندخل فورا في التفاصيل. حالة القلق الحالية إن السوق كله مترقب قرار الفايدة وتحركات البنك المركزي خلال الفترة الجاية، وده لأن أي قرار بيطلع بيأثر فوراً على سعر الذهب، سعر الدولار، الشهادات البنكية، وحتى أسعار السلع. وفي ناس شايفة إن الفايدة ممكن تثبت، وناس تانية متوقعة مفاجآت جديدة، وده عامل حالة توتر ضخمة جداً بين التجار والمواطنين. اللي زود الموضوع سخونة كمان إن أسعار الذهب بدأت تتحرك بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة، وكل شوية نسمع الذهب طلع، الذهب نزل، الدولار اتحرك. فطبيعي الناس تبقى مرعوبة ومش عارفة القرار الصح. لها بتسأل عنها حاليا. خليني أقول لك الحقيقة بدون مبالغة، الذهب طول عمره ملاذ آمن وقت القلق والخوف وعدم الاستقرار، وده اللي بيخلي ناس كتير تلجأ له أول ما تحس إن السوق ممكن يتحرك بعنف. لكن المشكلة دلوقتي إن السوق سريع جدا، يعني ممكن تشتري النهاردة وتلاقي السعر نزل بكرة، أو تستنى يومين وتتفاجئ بقفزة جديدة. عشان كده الخبراء دايما بيتكلموا عن نقطة مهمة جدا. لو هدفك استثمار طويل، فالذهب بيظل من أقوى أدوات حفظ القيمة. لكن لو داخل مضاربة سريعة، لازم تكون حذر جدا، لأن الحركة الحالية مليانة مفاجآت. والناس اللي عندها شبكة أو جواز أو التزامات قريبة، الحيرة عندهم أكبر بكتير، لأن أي فرق في السعر بقى مؤثر جدا. ناس كتير فاكرة إنه هادي الفترة دي، لكن الحقيقة إن السوق لسه مترقب أي تغير مفاجئ، أي قرار اقتصادي جديد، أي تغير عالمي، أي تحرك في الفايدة ممكن يخلي الدولار يتحرك بسرعة. وعشان كده ناس كتير بدأت تسأل: هل نحتفظ بالسيولة؟ نحول ذهب؟ نشتري دولار؟ وده أكبر دليل إن الناس حالياً مش واثقة في الاتجاه القادم للسوق. في حالة استمرار التوترات الاقتصادية وزيادة الطلب على الذهب، ممكن نشوف موجة ارتفاعات جديدة تخوف ناس كتير. لكن في نفس الوقت، لو حصل هدوء مفاجئ أو قرارات قوية من البنك المركزي، ممكن الأسعار تهدى بشكل مؤقت. وعشان كده الفترة الحالية محتاجة هدوء جدا، وعدم اتخاذ قرارات عشوائية بسبب الخوف أو الطمع. أكبر خطأ ناس كتير بتقع فيه إنها تشتري بعد القفزات الكبيرة بدافع الذعر، وبعدها يحصل تصحيح سريع. على فترة حساسة جدا في سوق الذهب والدولار، وأي خبر أو قرار اقتصادي ممكن يقلب الموازين بسرعة. لو معاك سيولة، فكر بهدوء. لو ناوي تشتري، ما تتحركش بدافع الخوف فقط. ولو مستثمر، تابع السوق يوم بيوم، لأن المرحلة الجاية شكلها هيكون مليان مفاجآت. واكتب لي في التعليقات دلوقتي، انت شايف الذهب رايح لفين؟ صعود جديد ولا هبوط مفاجئ؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول.